السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرضو مكملين في شرح كتاب كونكت سنة 5 الترم التاني كتاب المعاصر. وصلنا لبيج 48، قربنا نخلص يونت 7 ان شاء الله. هو برضو بيقول هنا ايه listen and write true or false. دي تقريبا ده نص استماع، ده نص استماع هنشوفه. listen and write، لازم نستمع الأول وبعدين نجاوب. فهندور الأول على نص الاستماع. page اللي هو general exercises on lessons 5 and 6. هنقرأ بقى نص الاستماع. staying healthy يعني البقاء بصحة جيدة. There are many things we can do to stay healthy. في الامتحان طبعا هيبقى النص من غير ترجمة، احنا هنترجم بس هنا علشان نتمرن. There are many things we can do to stay healthy، يعني هناك الكثير من الأشياء يمكن أن نعملها لنظل بصحة جيدة. First, we should eat healthy food. أولا يجب أن نأكل طعاما صحيا. Fruit and vegetables are very important for our bodies. يعني الفاكهة والخضروات مهمة جدا لأجسامنا. We shouldn't have much sweets. ينبغي لنا أو من الأفضل أو يجب ألا نكثر من الحلويات أو السكريات. Secondly, we should do exercises every day to keep fit. ثانيا يجب أن نقوم بالتمارين كل يوم. يجب أن نقوم بعمل تمارين كل يوم للبقاء بلياقة بدنية، للمحافظة على لياقتنا البدنية. Finally, we should sleep well and drink much water. في النهاية أو أخيرا يجب أن ننام جيدا وأن نشرب الكثير من الماء. دي كده نص الاستماع. تمام، هنبدأ بقى بعد ما سمعنا نص الاستماع هنقرأ ونجاوب. السؤال هنا بقى بيقول People live in different types of homes around the People live in different types of homes around the world. يعني الناس يعيشون في مختلف البيوت حول العالم. ده مش نص الاستماع اللي احنا سمعناه. هشوف كده حاجة تانية. مش هو. عشان كده معلش، مش هو نص الاستماع. دي كانت حاجة تانية. نص الاستماع هنجيبه دلوقتي. هنقرأ بقى تاني. All around the world people live in different types of homes. حول العالم الكثير من الناس يعيشون في منازل مختلفة. Many people live in apartment buildings. الكثير من الناس يعيشون في شقق سكنية في مباني. In Spain في إسبانيا many people live in villas with big swimming pools. الكثير من الناس يعيشون في فيلات معها حمامات سباحة كبيرة.
Eskimos live in igloos. Eskimos live in igloos. سكان الإسكيمو يعيشون في الإيجلوز، في البيوت الثلجية. Igloos are made of huge blocks of ice. البيوت الثلجية مصنوعة من كتل كبيرة من الثلج. ادي كده نص الاستماع. يبقى نبدأ نحل بقى. People live in different types of homes around the world. صح. True. أنا True. Many people live in apartment buildings. الكثير من الناس يعيشون في شقق سكنية. برضو True. In Spain, many people live in houses. لا. In villas. In villas. الحمد لله. Eskimos أو Eskimos live in igloos. يعني سكان الإسكيمو يعيشون في بيوت ثلجية أو الإيجلو. كلام صح. طيب هنا برضو listen and complete. نستمع برضو النص استماع وبعدين نكمل. بسم الله. نص الاستماع التاني. Hi, my name's Dalida أو Dalida and I like blogging about different things. أهلا، أنا اسمي داليدا وأنا أحب أن أدون عن أشياء مختلفة. This week I'm writing about unusual homes. في هذا الأسبوع أنا سوف أتكلم عن البيوت الغير عادية. This topic is very interesting for me because my mom's an architect. هذا الموضوع ممتع بالنسبة لي لأن أمي مهندسة معمارية. So she sometimes takes me to see some brilliant places. ولذلك فهي في بعض الأحيان تأخذني لرؤية أماكن رائعة. It's really awesome. إنها مبهرة أو رائعة حقا. يبقى listen and complete. Dalida أو Dalida likes about different things. يبقى Dalida likes Dalida أو Dalida likes blogging. يبقى نحفظ كلمة blogging. BLOGGING. ممتاز. Dalida أو Dalida is writing about homes this week. Unusual homes. البيوت الغير عادية. UNUSUAL. Dalida's is an architect. Dalida's mom MOM. Her mom sometimes ادي كده mom يبقى مش محتاجين نحفظها. Her mom sometimes takes her to see some brilliant داليدا أو أمها تأخذها في بعض الأحيان لرؤية some brilliant places. أماكن رائعة. some brilliant places. some brilliant places. أماكن رائعة. PLACES. Read and match A with B. يعني اقرأ وصل العمود A بالعمود B.
What does the home، يعني هنا ايه بادئين بسؤال، يبقى عندي هنا جملتين فيهم علامة استفهام. What does the home ها about عندي هنا ايه حاجتين فيهم ايه علامة استفهام، اللي هي unusual house و look like. What does the home unusual house، what does the home look like. طبعا what does the home look like يعني يعني كيف ما هو يعني كيف يبدو هذا المنزل، كيف يبدو هذا المنزل. يبقى ده كده نمبر 1. Where is the، برضو بادئة كلمة استفهامية اللي هي where يعني أين. Where is the unusual house، أين البيت الغير عادي. Blogging means to write، التدوين معناه التدوين معناه أن تكتب to write about something online، أن تكتب عن شيء على على الشبكة العنكبوتية الإنترنت. funny and friendly يعني مضحك وودود are positive adjectives، ولا very friendly are positive adjectives، صفات إيجابية، صفات جميلة. أن تكون مضحكا وودودا. My friends are، أصدقائي are their homes ولا very friendly. طبعا very friendly، ودودين جدا. بعد كده قطعة وعليها أسئلة، قطعة وعليها أسئلة. نقرأ القطعة مع بعض. I'm Samer، أنا سامر. I'm interested in unusual things around the world، أنا مهتم بالأشياء الغير عادية حول العالم. One day، في يوم من الأيام. I found an unusual house in the Netherlands online، وجدت بيتا غير عادي في هولندا على النت، على الشبكة العنكبوتية. It's upside down، كان مقلوبا، كان البيت مقلوبا رأسا على عقب. It is actually an old farmhouse which people are changing to make it modern. هو في الحقيقة بيت ريفي قديم، الناس يقومون بتغييره إلى بيت حديث، لجعله حديثا. This works very well، هذا يعمل جيدا. أو because all the windows are at the top، البيت ملائم جدا يعني، أو البيت مناسب جدا. because all the windows are at the top، لأن كل النوافذ في الأعلى، كل الشبابيك فوق. so you get a lot of light، ولذلك تحصل على الكثير من الضوء.
وعشان كده بيدخل لنا نور كتير من البيت ده لما هو معمول بالطريقة دي. Local people like it because it fits in very well with the local landscape. يعني السكان المحليين يحبون ذلك كثيرا أو يحبون ذلك لأنه يلائم طبيعة المكان، الطبيعة المحلية أو المكان، يعني يلائم طبيعة المكان. تمام، جيدا أو بطريقة مناسبة. which is farms and fields، وطبيعة المكان كلها مزارع. which is farms and fields، حقول ومزارع. It is also very ecological because they use air, water and sun to heat and make energy for the house. It is also very ecological، يعني هو أيضا بيئي، يعني البيت مناسب للبيئة. because they use air، لأنهم يستخدمون الهواء، water والماء، and sunlight and sun والضوء والشمس، to heat لتسخين and make energy وعمل طاقة أو جلب الطاقة for the house للبيت. That's so cool، هذا ممتع جدا. Choose the correct answer from A, B, C or D، يعني اختر الإجابة الصحيحة من A, B, C or D. The general idea of the text is about، يعني فكرة الموضوع أو الموضوع العام للقطعة هو، أو الفكرة الرئيسية في القطعة هي local landscape، يعني المناظر الطبيعية المحلية، search online البحث على الإنترنت، unusual house البيت غير عادي، أو the Netherlands هولندا. طبعا الموضوع كان عن البيوت الغير عادية. وهنا بقى بنعرف الموضوع الرئيسي. بص لما نبص كده أول جملة I'm interested in unusual things around the world، وهنا unusual house تاني جملة، يبقى هو ده الموضوع الأساسي بتاع القطعة. The underlined word modern means، الكلمة اللي تحتها خط اللي هي كلمة modern تعني حديث. old قديم، new جديد حديث، usual عادي، awful سيء، هي new. Why is the unusual house ecological؟ يبقى هنا خد بالك هنا why، لماذا البيت غير العادي مناسب للبيئة. هنقول هنا why، مدام why يبقى ندور على يا إما because أو to. تمام. طيب هنا في عندي هنا كلمة because أهو. It is also very ecological because they use air, water and sun. تمام، يعني احنا ممكن ما نكملش، يبقى نقول because they use air, water and sun، مش لازم نكمل. تمام، يبقى دي كده الإجابة. لو كملنا حلو برضو عادي، لو كملنا برضو صح لآخر الجملة to heat and make energy for the house، ولو قلنا لغاية هنا برضو صح. تمام. Summarize the first paragraph in one sentence، يعني لخص القطعة الفقرة الأولى في جملة واحدة. An unusual farmhouse. تمام. An unusual house in the Netherlands. تمام.
an old farmhouse. أي جملة صح. an old farmhouse. تمام. an old farmhouse. an old farmhouse. an old farmhouse. an old unusual farmhouse. تمام. طيب ندخل بعد كده. بيقول بقى ايه reorder the words to make correct sentences. أعد ترتيب الكلمات لتكوين جمل صحيحة. عندي about و different و reading I like things. فنبدأ بإيه I أنا I يبقى لازم يجي بعديها الفعل اللي هو like. وما دام جت like بيجي بعديها كلمة فيها ing reading. طيب هنا ممكن يحصل بعد كده غلطة. ممكن نقول things about different ولا about different things. about different things. I like reading about different things. أنا أحب القراءة عن الأشياء المختلفة. طيب بعد كده number 2 do think what you blogging off. what يبقى الكلمة الاستفهامية what وبعدين بعد what يجي الفعل المساعد do يبقى what do وبعدين الضم البروناون you what do you أو السبجكت اللي هو الفاعل وبعدين الفعل الأساسي think what do you think ماذا تعتقد أو ما هو رأيك of blogging think يجي بعديها of blogging ما هو رأيك في التدوين. وما ننساش علامة الاستفهام في اللهجة. بعد كده number 3 the Netherlands in is down the upside house. يبقى نقول ايه the upside. مادام قلنا the upside يبقى لازم نكمل الكلمة اللي هي ايه رأسا التعبير يعني رأسا على عقب. يبقى the upside down. the upside down. the upside down ايه house. كل ده ما جبناش فعل. كل ده كده السبجكت the upside down house البيت الذي هو رأسا على عقب أو البيت المقلوب. ما جبناش فعل. يبقى ما دام ما فيش فعل غير is يبقى لازم يجي بقى is. the upside down house is in the Netherlands في هولندا في الأراضي المنخفضة. Friends invite to give your opinions. invite يعني ادعو ده كده الفعل يبقى لازم على طول وراه الفاعل. في عندي friends وعندي برضو كلمة your friends يبقى ايه invite your friends يعني ادعو أصدقائك invite لازم تيجي بعديها to give لإعطاء their opinions لإبداء آرائهم. opinions.
بعد كده تمرين على البانكتويت، على علامات الترقيم. طبعا ايه البداية؟ بداية لازم تبقى الجملة أول حرف كابيتال، يبقى دي هنا كابيتال. Do you like your new house؟ كله تمام، بس مادام جملة هنا ايه do، بدأنا بدو، يبقى دي استفهام. هل تحب منزلك الجديد؟ ويبقى هنا ايه house في النهاية كلمة استفهام. They didn't go to the beach. They يبقى لازم تبقى capital، وبعدين دي جملة مش ايه، مش استفهامية، دي جملة ايه إخبارية أو تقريرية، يبقى هنا في آخرها نقطة full stop أو dot. ويبقى كده خلصنا unit 7. بعد كده برضو ايه هنشوف في الصفحات 50 51 هنشوفهم برضو في 50 و 51، وبرضو احنا ماشيين في الصفحات كلها واحدة واحدة ان شاء الله. وشكرا على المتابعة.